حكاية أكرم توفيق؟ يعني بعد ما كل الناس قالت إن أكرم توفيق خلاص اتقطعت كل صلة ليه بالنادي الأهلي وجمهوره، بنرجع المرة دي بنسمع عن مفاوضات الأهلي مع أكرم توفيق. في الحلقة دي جايبين لكم الآخر والنهاية في حكاية أكرم توفيق. هنقول لكم كل حاجة. إمام عاشور بيطلب مساواته بوسام أبو علي واشرف بن شرقي. هنعرف كل الكلام ده. هنعرف صفقه الزمالك الجديده واللي بتغيب، ما المشرحه ناقصه قتله، واللي بتغيب عن مباراه القمه. اهلا بكل مشجعي البريمو مع ريمو وسيمو. فيديو جديد وحلقه جديده، وريمو وسيمو هم البريمو. النهارده ما انساش اقول لكم ان عندنا تحدي الحلقه دي على 10,000 لايك، وتفضلا من كل محبي ريمو وسيمو بنطلب منهم الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان وقت ما تعوزونا تلاقونا، بدل ما نتوه منكم في زحمه اليوتيوب. نبتدي باول موضوع عندنا النهارده وهو اكرم توفيق. ايه حكايه اكرم توفيق؟ عمالين بنسمع ان اكرم توفيق رايح الشمال القطري، اكرم توفيق ما وافقش على عرض الاهلي، لكن كلمه السر كانت في كولر. مارسيل كولر عايز اكرم توفيق، وقال كده بالنص اكرم توفيق لاعب انا بحتاجه لانه بيقدر يلعب في اي مكان ولاعيب جوكر زي ما بيقولوا. فالنادي الاهلي قدم عرض جديد لاكرم توفيق بقيمه 20 مليون في الموسم. اكرم توفيق من جواه عايز يكمل في الاهلي. اكرم توفيق بنسبه 95% مكمل في النادي الاهلي، وهيقبل العرض الجديد سواء بمبلغ ال 20 مليون او باقل من 20 مليون. المشكله مش في اكرم توفيق، المشكله في جماهير الاهلي اللي بقت نفسيتها مش قد كده من اكرم توفيق. وانتوا عارفين جماهير الاهلي دايما بتحب اللي بيشتريها. فاعتقد ان لازم في الفتره اللي جايه اكرم توفيق يبتدي يقدم اوراق اعتماده من تاني للنادي الاهلي وجماهيره، ويبين انه قلبه على النادي وانه عايز يكمل مع النادي الاهلي، لان غير كده هتبقى تكملته مع النادي الاهلي صعب، لان جماهير النادي الاهلي بدات تحسب لاكرم توفيق خطواته. اتفضل. امام عاشور. ولما اتكلم على امام عاشور لازم اتكلم بالارقام، ولازم اقول احصائيات، ولازم اقارن. اعذروني ومحدش يقول لي مفيش مجال للمقارنه، لان المقارنه هي اللي هتعرفنا ايه المستوى العالي وايه المستوى الاقل. فامام عاشور النهارده قبل ما اتكلم في التفصيله اللي احنا جايين نتكلم فيها، لو بتحب ريمو وسيمو اديني اللايك المتين بتاعك علشان نوصل كلمة الحق اللي احنا بنقولها زي ما انتوا حابين تسمعوها لكل الناس والأكبر كم من المشاهدين. ولو مش مشترك معانا في القناة يا ريت دلوقتي حالا تشترك عشان ما نتوهش منك في زحمة اليوتيوب. ولو بتحب ريمو وسيمو يا ريت تكتب في كومنت تشجيعي تفضلا منك. بحب ريمو وسيمو وهما البريمو. إمام عاشور أفضل لاعب في الدوري المصري على الإطلاق حتى الآن. ده كلامي؟ لا، ده كلام ارقام. هداف الدوري ب9 اهداف، جايب للنادي الاهلي 3 بونت بتوع مباريات من بابهم، بمعنى انه محدش كسب الاهلي في المباريات اللي لعبها غير امام عاشور. جاب 3 اهداف وجاب 3 نقط، جاب هدف وجاب 3 نقط، جاب يعني محدش غيره جاب اهداف. واكيد انتوا فاهميني. لو قارنت امام عاشور في موسم ونص مع النادي الاهلي بشيكابالا في 10-15 سنة، هتلاقي كفة إمام عاشور هي اللي الطب. وبالأرقام تقريبا شيكابالا 22 هدف، هتلاقي إمام عاشور جايب 25 هدف إلى الآن من غير زعل. من غير زعل. ليه؟ لأن احنا بنقول كلمة الحق اللي لينا واللي علينا. أنا عارف كتير كمان من جماهير النادي الأهلي لما يسمعوا خبر النهاردة إن إمام عاشور بيطلب زيادة أجره ممكن يقولوا إن احنا بنقول لا وما أعرفش إيه وبنعمل بوليكا. لا، ما كل واحد ياخد حقه، بس طبعا احنا ملناش لا ناقه ولا جمل في الموضوع ولا لينا علاقه. لكن اترد عليه بانك بتاخد اجر كبير وعائد كبير ومحترم ومن الفئه الاولى ولكن هو بيطلب مساواته ببن شرقي وبوسام ابو علي. واظن انه مش كتير على امام عاشور انه مش هقول انه ياخد،
انه يطلب او انه يفكر وان هم يقنعوه او لا، او دي حاجه تخص الاداره. بس زي ما احنا بنتكلم في كل حاجه وفي اي حاجه وانتوا بتسمعونا، فاحنا شايفين من وجهه نظرنا ان امام عاشور ممكن يعني اذا كان، لان هو بيقدم مستوى هايل مع النادي الاهلي وكلنا شايفين امام عاشور هتكون مشكله كبيره في مباراه الزمالك. وانا زملكاوي بقولها لك، في مباراه الزمالك اهم لاعب امام عاشور ممكن يقلب المباراه راسا على عقب. مش لاقي لاعب زيه على الاقل، لاعب اكتر مؤثر امام عاشور على الاقل في الشهرين اللي فاتوا شايفينه في كل المباريات بيسجل، كل المباريات بيبقى احسن من المباراه اللي قبليها. مش بينافس حد، ده بينافس نفسه وبيتحدى نفسه. واظن ان الكابتن رمضان زي ما انا بتكلم عليه وبقول ان هو قال له لا انت بتاخد وكده وباين عليه الرفض، لكن الكابتن رمضان كان عامل اساسي في تطور مستوى امام عاشور في الفتره الاخيره كاداري، وبرضه ده شيء يشكر عليه. لو شايفين حاجه تانية برضه ممكن تناقشونا في الكومنتات، تقولوا لنا يستحق ولا ما يستحقش. كل الكلام ده بتاعكم برضه، بتنوروا لنا الطريق، واحنا بكلامكم بنتعلم وبنستفاد وبنعرف اكتر. اتفضل يا سيدي. هو الزمالك عمل صفقات من وجهة نظرك؟ من وجهة نظري كمشجع لنادي الزمالك وتشرف بتشجيع النادي الزمالك، نادي الزمالك ما عملش صفقات. ولو عمل صفقات فهي بالنسبة لي أنا لحتى زي ما بيقول لك إيه، حتى إشعار آخر، أنا مش شايف إن نادي الزمالك عمل صفقات. فلما تقول لي عن غياب صفقة الزمالك عن مباراة القمة وهو اللاعب محمود جهاد، اللي أنا شايف إن محمود جهاد باللي أداه في الملعب بان إن هو صفقة مبشرة. فقوم إيه على رأي سليمان غانم في العيال الحلمية، قوم اللي أنت شايفه ده إن هو أدى أداء مبشر يغيب عن مباراة القمة ضد إصابة، واتصاب في التمرين. فالنهارده هل قائمة نادي الزمالك تتحمل في الأساس غيابات في مباراة القمة؟ يمكن أنا كنت اتكلمت على فكرة وقلت ما الزمالك في مواقف كتير كانت أبسط من كده. الموسم اللي فات هدد بالانسحاب، قال لك أنا هنسحب، قال لك عشان كذا. فأنا كنت شايف إن من الذكاء إن الكابتن حسين لبيب كان شاف اي برضه حجه كده من، طبعا انا بهزر يا جماعه، طبعا انا مش مع ده خالص، انا مع ان انا ادي وانزل ادي في الملعب، ولكن الشكل من الواضح جدا ان الشكل بالورقه والقلم. طبعا عشان ابقى صريح معاك، مباريات الاهلي والزمالك ومباريات القمه انت ما تقدرش تقول فيها مين اللي هيكسب، لكن بيبقى في كده ترمومتر. الترمومتر بيقول ان لما النادي الاهلي بيكون في اسوأ حالاته ونادي الزمالك في احسن حالاته، هنا نقول ان المباراه 50-50. شوف بقول لك النادي الاهلي في اسوأ حالاته ونادي الزمالك في اقوى حالاته واقوى فورمته، تيجي تقول 50-50. ده دايما عودنا عليه التاريخ، ده اللي دايما مباراه 6-1 على فكره. شوف نجوم نادي الزمالك كان مين بيلعب، وشوف مين كان بيلعب في النادي الاهلي، منهم خالد بيبو اللي هو كان لعيب جديد الناس ما تعرفوش، اتصيد على حس المباراه دي. فيقول لك ان سكواد الزمالك كان كامل وكانت فرقه بتخوف، ونزلوا قدام فرقه النادي الاهلي وجابوا فيهم 6-1 وما كانوش بنفس الفورمه ولا بنفس الاداء ولا بالفنيات. فده اللي انا بقوله. اشحال بقى انت النهارده بتكلمنا عن النادي الاهلي في كامل فورمته، صفقات جديده، مدير فني بقاله فتره وخد بطولات كتير مع النادي الاهلي ومتعود على البطولات، مجلس اداره موفر للاعبين او الجهاز الفني لبن العصفور زي ما بيقولوا. فالنهارده لما بيكون فورم النادي الاهلي في الفورمه الكبيره دي ونادي الزمالك باللي انت شايفه ده وتغييرات مدربين وتخبط اداري وعدم وجود صفقات، فانا من اعتقادي البسيط ان النتيجه هتبقى كبيره. وانا مش عايز على فكره يوم السبت ده يعني يجي الواحد ما اقولكش انا بجد متخوف قد ايه من النتيجه بتاعت اليوم ده. دي كانت حلقتنا النهارده من البريمو مع ريمو وسيمو. نتمنى ان احنا نكون ضيوف خفاف عليكم، ما نكونش تقال عليكم، وزي ما قلت لك عندنا تحدي 10,000 لايك في حلقه النهارده، وانتوا انتهى. مع الف سلامه، تصبحوا على خير في حلقه جديده.